اخيرا يا جماعه، بعد اسبوع كامل من انتظار الحلقه الثانيه من مسلسل لانترنز بتنزل، وبتكمل كمان انها تدخلنا اكتر واكتر في لغز الكائنات الفضائيه لمدينه ريشفيل مخبيه سرهم. ولو كنا متوقعين ان الحلقه دي هتدينا اجابات، فالحقيقه اننا في الاخر بنطلع منها باسئله اكتر واغرب بكتير. بكل بساطه الحلقه بتبتدي وهي بتورينا تدريب جون ستيوارت. هل جوردن هنا بيصحيه عن طريق ان هو بيرمي عليه ميه ساقعه، ولسه بيتعامل مع المتدرب بتاعه باحتقار حرفيا، والاسوأ من كده انه بيسميه مبتدئ. فاحنا ممكن نفتكر ان المعامله دي جزء كده من تدريب هال جوردن ليه، لكن واضح ان جون مش شايف الموضوع بالطريقه دي خالص. جون عاوز يتعلم ازاي يطير، وهال جوردن بكل بساطه بيقول له البس الخاتم ويركز على الطيران، وده طبعا شيء مستحيل منطقيا بالنسبه لحد لسه بيتعلم. لكن بدل ما جون هنا يطير، بيقدر ان هو يجسد طائر صغير وبيقرر يحتفظ بيه كحيوانه الاليف. بعد كده بقى هال جوردن بيطلب من جون ستيوارت يروح بيته ويفتش في حاجاته، وده علشان خاطر يجيب اللانترن اللي هيشحن عن طريقه خاتم الجرين لانترن، لان طبعا الطاقه بتاعه خاتم الجرين لانترن قربت تخلص، ودي كانت حاجه واضحه معانا من الحلقه الاولى. وكمان هال جوردن بيامر ان هو ياخد الطائر الصغير ده معاه كجزء من تدريبه ويرجعه معاه لما يخلص. في الوقت نفسه بقى هال جوردن عارف ان ريشفيل لسه مخبيه اسرار كبيره مرتبطه بالكائنات الفضائيه، لكن احساسه بيقول له ان الموضوع ممكن يكون اخطر بكتير من مجرد كائنات فضائيه ظهرت في المدينه، وعشان كده بيكمل التحقيق لوحده. هل بقى بيروح لملعب كرة القدم اللي حصلت فيه المأساة بتاعت الحلقة الأولى، وبيبتدي هنا يفحص المكان ويحاول يطلع بأي إجابات ممكن تساعده يفهم اللي حصل. بعدها هل بيقرر يروح لعمدة الشرطة الشريف كاري، وبيقطع هنا اجتماع مهم كان كل أهل المدينة تقريبا متجمعين فيه. هل جوردن بيحس إن هم كانوا بيتكلموا عنه، لكن أول ما بيدخل الموضوع بيتغير فجأة وبيبتدوا هنا يتكلموا في حاجة تانية. فوين ما كان هنا جوز الشريف كاري اللي هو طبعا المحامي بيقول ان المحكمه اعلنت براءته من المسؤوليه عن اللي حصل في الحلقه الاولى، وبالتالي ما بقاش في سبب يمنع هال جوردن من انه يرجع بيته او حتى يروح اي مكان تاني. لكن هال جوردن بيفهم الكلام بطريقه مختلفه تماما، هو بيحس ان هم مش عاوزينه موجود اصلا في المدينه دي، ولا هم بشكل غير مباشر بيحاولوا ان هم يطردوه. فهل هنا بيكمل تحقيقه لوحده وبيوصل للمشرحه اللي فيها جثث الكائنات الفضائيه اللي ماتت في الحادثه، وبياخد الجثث ويحطها في العربيه بتاعته، ولكن الشريف بتاعت المدينه هنا بتوقفه. هل بيترجاها ان هي توصله لويليام ماكون وآلة زوجها، لانه شايف ان ماكون هو اكتر شخص ممكن يكون عنده اجابات عن اللي بيحصل. ولما بيوصل هناك هل بيدخل المزرعه من غير اذن، وبيبدا يستجوب هناك ويليام ماكون عن كل حاجه يعرفها بخصوص الكائنات الفضائيه. لكن ويليام ماكون هنا بيصر ان المعلومات اللي عنده سريه وممنوع اصلا انه يتكلم عنها، وبيطلب من هال انه يخرج من المكان والا بقى هيضربه بالنار حرفيا. وطبعا هال ما بيمشيش، والنتيجه ان الكلام بيتحول لفعل، وهال بيتصاب وبيلاقي نفسه في المستشفى. ولما هال جوردن بيفوق بيلاقي الشريف كيري بتاعت المدينه موجوده جنبه. هي بتطلب منه انه يسيب المدينه، وبتقول له انه خلاص ما بقاش عنده اي حاجه تانية يعملها هناك. لكن الاهم من كده ان هي بتساله عن اسم سينسترو، والاسم ده بيخلي هال جوردن يقلق على طول. الشريف كاري بتقول له ان هال وهو نايم كان دايما بيفضل يكرر اسم سينسترو، لكن هال نفسه مش فاكر اي حاجه عن الموضوع ده، وبيعتقد انه ممكن يكون مر بحاله غريبه اثناء النوم خلته يتكلم بالشكل ده. هال جوردن كمان بيقول ان الكلام عن سينسترو المفروض يكون سري، لكن الشريف كاري بترد عليه ان المعلومات دي اصلا بقت عامه واي حد يقدر يلاقيها على الانترنت. والمعلومات اللي معروفة عن سينسترو بتقول انه كان جرين لانترن، لكن حاول يعمل انقلاب، وفي النهاية هال جوردن هو اللي قدر يهزمه. وبعد كده هما الاتنين هما ماشيين في ممرات المستشفى عشان خاطر يخرجوا منها، الشريف كاري بتكشف لهال جوردن ان هي اصلا جايه من جوثام سيتي، من المدينه بتاعت باتمان. واثناء ما هال ماشي في الممرات بتاعت المستشفى بيلاحظ ان مفيش اصلا اي مريض تاني غيره موجود في المستشفى، والاجهزه كلها سليمه وكانها لسه جديده. شكوك هال جوردن بتزيد اكتر، وواضح ان في حاجه غريبه جدا بتحصل في ريشفيل. في الوقت ده بقى جوني ستوارت بيوصل لبيت هال جوردن، واثناء ما كان بيدور على اللانترن بيلاقي البدل بتاع الجرين لانترن الخاصه بهال جوردن. جون هنا بيبان عليه ان مفتون بالبدله جدا، وكانه نفسه في يوم من الايام فعلا يلبسها، وده ممكن يكون اكبر طموح عنده. والواضح ان نقطه ضعف جون في الموسم ده هتكون انه يحاول يمنع نفسه من انه ينقلب على هال وياخد البدله والخاتم لنفسه. والاعلانات فعلا بدات تلمح ان الرغبه دي هتكبر مع كل حلقه، وممكن كمان اطراف تانية تبدا تحفزه انه يستولى على قوه هال جوردن، لانه هيبتدي هنا يعتقد انه احق فعلا بالقوه دي من المعلم بتاعه. جون في النهايه بيلاقي بطاريه الطاقه وبيحطها كمان في الشنطه علشان خاطر ياخده الهال، لكن قبل ما يمشي هنا بيقرر يحط طعام للحيوان الاليف بتاع هال جوردن، وقتها بيتفاجئ ان الحيوان ده في الحقيقه نبات اكل اللحوم ضخم وغريب جدا. طيب هنا بقى جون بيستعد انه يمشي، ولكن في اللحظه دي بالتحديد انتون ورجالته فعلا بيهجموا على جون ستيوارت ويخطفوه. انتون هنا مجرم من خارج الارض ومصمم انه يكشف الحقيقه وينتقم من كل الناس اللي اذوا شعبه، واثناء المطارده دي بقى جون بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان خاطر يحافظ على الطائر بتاعه، لانه جزء من الوعد اللي قطعه الهال.
لكن بصراحه كده الموضوع بقى اكتر من مجرد وعد، لانه واضح ان جون ستيوارت بدا يتعلق بالطائر الصغير ده فعلا وبيحاول يحميه مهما حصل. انتون هنا بيبدا يستجوب بجون ستيوارت وبيكشف ليه عن معلومات مرعبه جدا. بحسب كلام انتون في كيان قوي جدا مستخبي في مدينه روشفيل، وعشان كده انتون عاوز يضم جون ستيوارت لصفه. انتون بيكشف ليه ان كل افراد جنسه تقريبا اتقتلوا على ايد المان هانترز، وهم صيادين فضائيين اقوياء جدا، وانتون مش واثق اصلا في هال، بل بالعكس هو بيتهمه انه شغال في السر مع المان هانترز. وعشان كده انتون بيطلب من جون ستيوارت انه ما يثقش في هال جوردن. بعدها بقى انتون بيحقن جون ستيوارت بسلاح متطور جدا بيخليه يعيش بنفسه كل الذكريات والالم اللي شعب انتون مر بيهم وقت ما المان هانترز قضوا عليهم. والتجربه دي طبعا بتاثر في جون ستيوارت بشكل واضح جدا لدرجه انه بيوافق ينفذ المهمه ويبحث كمان عن المان هانترز الموجودين في روشفيل. لكن انتون هنا بيديه مهله 48 ساعه بس علشان خاطر ينفذ المهمه دي، ولو فشل انتون هيقوم بتفجير المدينه كلها ويحولها في النهايه لخراب. جون بيرجع بعد كده روشفيل، لكن قبل ما يروح لهال بيقف في بار علشان خاطر يشرب قهوه، وهناك بالصدفه بيقابل عشيقته مره تانية واللي هي طبعا مرات ويليام ماكون. جون هنا بيعتذر ليها وبيقول ليها انه لو كان يعرف من البدايه ان هي متجوزه عمره ما كان مثلا اتكلم معاها ايا كان. بالمناسبه ظهورها المفاجئ في المكان اللي جون دخله يعتبر غريب جدا وبيخلي الواحد يشك ان الموضوع مش مجرد صدفه خالص. بعدها جون بيروح للموتيل اللي هال جوردن مقيم فيه، لكن المرة دي جون بيكون غضبان ومحبط من هال جوردن. هو مقتنع ان هال جوردن عمل ليه فخ وانه كان السبب في الهجوم اللي اتعرض ليه. جون بيسلمه الشنطة، ولما هال جوردن بيفتحها بيلاقي اللانتن اللي يقدر من خلاله يشحن طاقة الخاتم، لكن المفاجأة انه كمان بيلاقي جوه الشنطة بدلة جرين لانتن بتاعته. فهال جوردن بيتعصب، ولكن جون ستيوارت بيقول له هنا في الحقيقة ان هو مبسوط علشان خاطر ما حققش اللي هو كان عاوزه. واثناء ما الاتنين بيتخانقوا هنا مع بعض جون في الاخر بيقرر انه يثق في هال وبيحكي له عن اللي حصل معاه، وان انتون ورجالته خطفوه، وان عندهم خطه لتدمير روشفيل خلال 48 ساعه لو ما قدروش يلاقوا المان هانترز. كل المعلومات دي بتنزل على هال مره واحده وبيكون مش قادر اصلا يستوعب كل اللي بيسمعه. هال جوردن هنا بيقرر يلبس بدله الجرين لانترن ويطير باقصى سرعه خارج المدار كله، وبيروح بعدها لكوكب وبعدين بيروح لسينسترو عشان خاطر يحاول ياخد منه معلومات عن المان هانترز. والواضح ان المان هانترز هيكون ليهم دور مهم جدا في الحلقات اللي جايه. المان هانترز موجودين اصلا في الكوميكس وكان اول خط دفاع لحمايه المجره قبل ظهور الجرين لانترنز، وزي ما حصل كده مع جرين لانترن كوربس كان الجارديانز هم المسؤولين عن صناعه المان هانترز، لكن النتيجه ما طلعتش زي ما كانوا متوقعين خالص. في الكوميكس المان هانترز كانوا عباره عن آلات قاتله من غير اي احساس او تعاطف، وفي النهايه دخلوا في مواجهه مع الجارديانز وسابوا وراهم دمار في كل انحاء الكون. وده بقى بيخلي الحراس يدمروا معظمهم ويستبدلوهم كمان بالجرين لانترنز اللي بيعتمد هنا على الطفل العاطفي بدل ما يكون مجرد آلات بتنفذ الاوامر. وبكده بقى الجارديانز قدروا يصلحوا عيب اساسي في تصميم القوى القديمه اللي كانت مسؤوله عن حفظ السلام في الكون كله. اما بالنسبه لسينسترو فهو جرين لانترن سابق من كوكب كوريجر في القطاع الفضائي 1417، وسينسترو بسرعه جدا بيحقق نجاح كبير وبيبقى جرين لانترن محترم ومشهور، خصوصا بسبب قدرته على الحفاظ على السلام في القطاع بتاعه باي طريقه ممكنه. لكن مع الوقت بيستخدم قوة الخاتم علشان يتحول لحاكم مستبد ويسيطر كمان على كوكب جوريجار اللي هو وطنه الأصلي. وفي الفترة دي بيتم تعيين هال جوردن الشاب كمتدرب عند سينسترو. الاتنين هنا بيقربوا من بعض جدا، لكن كل ما هال جوردن بيتعلم أكتر عن أساليب سينسترو الوحشية بيبدأ يقلق من نواياه الحقيقية، وفي النهاية هال بيقرر يبلغ الجارديانز عن سينسترو، والجارديانز هنا بيقبضوا عليه ويحطوه في السجن. وبصراحة واضح جدا إن أحداث الحلقة الثالثة هتكون اكتر اثاره واغرب ومقلقه بشكل كبير كمان. فزي ما قلت لك في البدايه، على قد ما فعلا الحلقه الثانيه جاوبت على بعض الاسئله اللي اتثابت كده معانا في الحلقه الاولى، ولكن برضه ثابت لنا اسئله كتيره جدا ومفروض عن طريق الحلقات اللي جايه الاسئله دي يجاوب عليها. الحلقه الثالثه بصراحه ممكن تبقى اجمد من الحلقه الثانيه والحلقه الاولى، ولكن لحد دلوقتي بيقال المفروض الحلقه الثالثه تتكلم عن تاريخ جون ستيوارت اكتر من هال جوردن. فزي ما احنا شايفين مع تقدم الاحداث الموضوع بيولع اكتر. عندك مثلا ويليام ماكون محدش عارف لحد دلوقتي مين الرئيس بتاعه وايه كمان النوايا بتاعته، وعندك على الجانب الثاني انتون اللي بنسبه كبيره جدا ممكن في النهايه يطلع اساسا اتروسايتس. فزي ما احنا شايفين لحد دلوقتي عندنا لغز كبير جدا في الماضي بتاع المسلسل ده، وعندنا لغز اكبر في احداث مستقبل المسلسل ده. فاعتقد بنسبه كبيره جدا ان الحلقه الثالثه هتعرفنا مينو بشكل كبير جدا الشرير بتاع الليله دي كلها. فخلينا برضو نستنى ونشوف، لان افضل حاجه لحد دلوقتي مع المسلسل ده ان محدش يقدر يتوقع ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. فكالعاده بقى استنى رايكم في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. سلام.